تفتكر ممكن ملك حكم مصر من 2300 سنة قبل الميلاد يسيب لنا لوحة يحكي فيها تفاصيل حربه ضد أعداء الدولة؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. ده اللي عمله الملك القوي تيتي، مؤسس الأسرة الستة في عصر الدولة القديمة، اللي بدأ حكمه سنة 2323 قبل الميلاد تقريباً. يا سلام، يعني العظمة دي كلها كانت بداية لأسرة حكام جديدة في الوقت ده؟ بالظبط. بس تيتي ما كانش همه بس تأسيس الأسرة، كان همه كمان يثبت قوة مصر في الجنوب. تقصدي المنطقة اللي كانت بتبدأ من أسوان عند الجندل الأول لحد بلاد النوبة وكوش؟ أيوة، وده اللي خلاه ياخد قرار تاريخي، وهو قمع ثورات مملكة كوش في النوبة. ودي كانت خطوة جريئة في وقت كانت فيه النوبة مصدر مهم جدا للموارد زي الذهب والبخور. عشان كده تيتي جهز حملة عسكرية ضخمة ومحكمة، والهدف كان واضح: تأمين الحدود وتوسيع نفوذ مصر. بس ازاي نعرف تفاصيل الحملة دي كلها؟ أكيد في كنز أثري بيكشف السر ده. الكنز اللي بتتكلم عنه ده هو لوحة منقوشة اسمها النصر الجنوبي الخامس. النصر الجنوبي الخامس؟ يا ترى ليه اتسمت بالاسم ده؟ أكيد ليها قصة. اللوحة دي بتحكي عن الانتصار الكبير اللي حققه تيتي ضد متمردي كوش اللي كانوا بيحاولوا يستقلوا بالمنطقة. معنى كده إن الموضوع ما كانش مجرد مناوشات، دي كانت حرب حقيقية هدفها حسم السيطرة على الجنوب. هي دي الحقيقة. اللوحة بتقول إن تيتي بسط سيادته على النوبة، وده بيأكد إن مصر في الوقت ده كانت في أوج قوتها العسكرية. طب إيه اللي عمله تيتي عشان يضمن السيطرة دي بعد الحرب؟ تيتي عمل خطوتين عسكريتين وإداريتين مهمين جداً: قمع كوش بشكل كامل، وتوسيع حدود الفنتين. الفنتين دي اللي هي جزيرة أسوان حالياً، وكانت أهم مركز حدودي وجنوبي لمصر وقتها. تمام. بتوسيع الفنتين بقى عند مصر قاعدة قوية إدارياً وعسكرياً لحماية مصالحها التجارية والمعدنية في النوبة. خطة عبقرية بيحول فيها مركز عسكري لأداة توسع وسيطرة اقتصادية كمان. بالظبط. ولوحة النصر الجنوبي الخامس مش بس بتحكي عن الانتصار، دي كمان بتوثق حجم القوة اللي مصر استخدمتها عشان تحافظ على وحدتها. أكيد كان تيتي شايف إن أي ضعف في الجنوب ممكن يهدد استقرار كل المملكة المصرية. وده اللي خلى المؤرخين يعتبروا إن فترة حكم تيتي كانت نقطة تحول في العلاقة بين مصر والنوبة. يعني بنشوف إن الملك ده مش بس مجرد اسم، ده صاحب استراتيجية عسكرية أثرت على جغرافية المنطقة كلها. وده اللي بيميز قادة التاريخ، إن أفعالهم بتفضل محفورة على الصخر وبتتحول لقصص خالدة. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.